السلام عليكم. حل مشكلة الإغلاق المبكر وإطفاء أنوار الشوارع. من 26 سنة كنت في زيارة لمدينة باريس، أول زيارة لمدينة باريس. كانت زيارة عمل، ولاحظت إن في محلات بتقفل الساعة 7، في محلات بتقفل الساعة 10، وفي بعض الأنشطة مسموح لها إنها تسهر لغاية الساعة 11 والساعة 1 بالليل. طب هل ده كان مرتبط بنوع النشاط؟ يعني مثلا هنسيب السوبر ماركت فاتح ولا المطعم اللي فاتح؟ سألت ليه محل اللبس ده يبقى مقفول وليه محل اللبس ده فاتح؟ بكل بساطة المبدأ هناك ادفع علشان تسهر، خد ترخيص ان انت ممكن تقعد لغاية الساعة 10 واقعد، وبكده الشوارع تتنها منورة، الدولة تستفيد، في نفس الوقت الخدمات كلها تبقى متوفرة. انت عارف ان انت لو عايز تاخد فراخ، عايز تاكل فراخ قبل الساعة 7 كل المحلات مفتوحة، عايز تاكل بعد 7 محل اكس هو اللي بيسهر، عايز تاكل بعد الساعة 10 او تسهر الكافيهات المعينة ديت هي اللي بتسهر وهي اللي بتقدم الخدمات. الموضوع طبعا كان ألطف بكتير من المشهد للأسف في أغلب المدن المصرية حاليا. المشهد بتاع إن بالليل الساعة 9 الشوارع ضلمة، الأمن في مشاكل، في نفس الوقت بيلخبط تماما السياحة وارتباط مصر بأن هي بلد السهر. يا ريت نفكر في الفكرة دي من تاني، يا ريت نحاول ندرس قراراتنا تاني، يا ريت بلدنا ترجع منورة بالليل حتى لو بعض المحلات. على فكرة احنا جولة في شوارع اسكندرية، منطقة العطارين، وحاليا في منطقة المنشية. جولة صباحية في منطقة العطارين والمنشية. صباح الخير أو مساء الخير لما تسمع الفيديو بتاعنا، ويا ريت كلنا نسعى ان احنا حد يوصل الرسالة للحكومة بحيث ان ده يبقى الاسلوب المتبع بعد كده. السلام عليكم.